الصحراء دايما هي مسرح الاختبارات الكبرى، المكان اللي بيتعرف فيه الإنسان قدام نفسه. لا في حيطان تستخبى وراها ولا في سقف يحميك غير السماء. بني إسرائيل دلوقتي في سينا، لسه خارجين من معجزة. البحر لسه ريحته في مناخيرهم، وصوت غرق فرعون لسه بيرن في ودانهم. نظريا المفروض دول يكونوا أقوى ناس إيمانا على وجه الأرض، لكن النفس البشرية أعقد بكتير من مجرد مشهد تشوفه وتصدقه. تخيل معايا الناس عاشت مئات السنين عبيد. يعني ايه عبيد؟ يعني اتعودوا ان القوة لازم يكون ليها شكل، جسم، تمثال ضخم بيلمع، صوت بيلهب الظهر، او قصر عالي. الاله عندهم كان دايما شيء بيتشاف ويتحس. فجأة لقوا نفسهم احرار في خلا، مطلوب منهم يعودوا اله غيبي، اله عظيم بس مش شايفينه. القلة دي عملت عندهم حالة فراغ مرعب، زي الطفل اللي تاه منهم في سوق زحمة. أول ما عدوا البحر وشافوا ناس بيعبدوا أصنام، الصرخة طلعت منهم بشكل تلقائي زي ما اتقال في القرآن الكريم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه رجلهم مبلولة من المية وبيطلبوا قيد جديد. موسى رد عليهم بعنف: إنكم قوم تجهلون، وسابهم وطلع الجبل لميقات ربه. والانتظار في الصحراء بيولد الشك. كل دقيقة بتعدي وسيدنا موسى مش موجود كانت بتكسر حتة من يقينهم، وبدأ السؤال يسري بينهم زي النار في الهشيم: هو موسى نسينا؟ ولا ربه سخط عليه؟ ولا مات؟ وفي اللحظة دي، لحظة الضعف والشتات، الأرض كانت ممهدة تماما لظهور البطل الضد. بس المشكلة ما كانتش نفسية بس، كانت مادية كمان. بني إسرائيل خرجوا من مصر وهم معاهم ذهب كتير، حلي وأساور وتماثيل صغيرة استلفوها أو خدوها من المصريين قبل ما يخرجوا. والقرآن الكريم سماها اسم غريب جدا: أوزار القوم. الذهب كان تقيل عليهم، مش وزن على كتافهم، لا كان حمل على ضميرهم، حاسين ان هم شايلين لعنة. ذهب ناس ماتوا غرقانين، ذهب كانوا مستلفينه ومش عارفين يرجعوه، فكانوا ماشيين بيه وكأنه جمر نار عايزين يخلصوا منه عشان يرتاحوا. وفي وسط الزحمة دي كان في راجل واحد بيراقب. ما كانش بيراقب السما مستني موسى ينزل من على الجبل، ولا بيراقب الأرض بقى خايف من التعابين واللي فيها. كان بيراقب النفوس، شاف الحنين للصنم في عيونهم، وشاف الرغبة في التخلص من الذهب في حركاتهم، وقرر انه هيضرب عصفورين بحجر واحد، يخلصهم من الذهب ويديهم الصنم. مين الراجل ده؟ السامري، الاسم اللي ارتبط بأكبر فتنة في تاريخ بني إسرائيل. التاريخ وقف قدامه محتار، هو مين؟ واشمعنى هو؟ الحكايات عنه كتير وكل حكاية أغرب من التانية. اتقال إنه كان طفل اتولد في سنة من السنين اللي كان فرعون بيقتل فيها الولاد، فأم والدته ورميته في كهف، فسيدنا جبريل ربنا بعته يعني عشان يربيه. وفي اللي قال إنه مش من بني إسرائيل أصلا، قال لك أصله راجل قبطي من أهل مصر، آمن بموسى ظاهريا بس قلبه كان لسه متعلق بعجل أبيس ومنفيس اللي اتربى على عبادتهم في مصر يعني، وعشان كده لما فكر يصنع إله خياله راح فورا لشكل العجل. وفي اللي قال إنه من عظماء بني إسرائيل، شخصية قيادية اسمها زمر بن سالو، شخص كان بيحلم بالزعامة وشاف إن غياب سيدنا موسى فرصة ذهبية للانقلاب. لكن في حكاية ثالثة، حكاية بتخلي الدم يتجمد في العروق شوية. حكاية بتقول إن السامري مش مجرد دجال ولا ساحر، ده المسيح الدجال نفسه في ظهوره الأول. واستندوا لأن عقابه كان غريب جدا، لا مساس، محدش يقدر يلمسه ولا يموته، وكأنه كان متساب لميعاد في آخر الزمان، وإن لك موعدا لن تخلفه، ده اللي كتب في القرآن الكريم. ولكن الرواية دي ضعيفة. أيا كان أصله وفصله، السامري كان بيمتلك صفة أخطر من السحر، كان مثقف، عنده علم، عنده دهاء، والأهم ده كله عنده بصيرة شيطانية، شاف حاجة محدش غيره في الكون شافها. يوم شق البحر الناس كلها كانت بتجري مرعوبة، بص قدامها عشان تلحق الشط التاني، إلا هو عينه كانت زي الصقر بيلقط تفاصيل بتستخبى في الزحمة. شاف جبريل عليه السلام نازل يقود الموكب على فرس من نور. السامري ما اكتفاش بالانبهار، لاحظ حاجة دقيقة جدا، لاحظ ان حوافر الفرس كل ما تلمس الارض الميتة الناشفة الارض تخضر، التراب بيدب فيه الحياة. فاللمبة نورت في دماغه، ده مش تراب عادي، ده اثر الحياة نفسها بقى، ده سر الخلق، لو قدرت تاخد منه حتة هقدر اعمل بيها مستحيل. فمد ايده وسط الهرج والمرج وخد قبضة من التراب اللي داس عليه الفرس، زي ما اتقال في القرآن الكريم: فقبضت قبضة من اثر الرسول، وخباها في هدومه زي اللي مخبي مفاعل نووي في جيبه، وفضل ساكت وشايل السر ومستني اللحظة المناسبة. واللحظة دي جت في الليالي 40 لما الناس يأسوا والدهب تقل وموسى عليه السلام غاب. السامري فك السرة وقرر انه يبدأ الهندسة.
السامري قرر يتحرك، بس هو عارف ان الشعب لسه خارج من المعجزه، وفي لسه بقايا ايمان، وفي سيدنا هارون موجود نبي بينهم، فما ينفعش يجي يقول لهم تعالوا نعبد صنم. كان لازم يدخل لهم من باب الدين والتقوى. وقف وسطهم وقال خطبه عصماء، لعب على وتر حساس جدا، لعب على الذنب. قال لهم يا قوم انتم مستنيين رحمه ربنا ومستنيين موسى يرجع، بس ازاي هيرجع وانتم شايلين الحرام فوق ظهوركم؟ شاور على الذهب اللي خدوه من المصريين. الذهب ده ركس، لعنه، طول ما هو معاكم السما مش هتبص لكم. فالكلمات كانت زي السحر. الناس اللي كانت خايفه ومذنبه لقت مخرج. السامري قال لهم الحل، ارموا احمالكم اللي هي الاوزار دي في النار عشان تتطهروا. وبدات الناس تيجي طوابير، اللي تقلع كردانها ترميه، واللي معاه دهب يرميه، وكله بيرمي وهو فاكر انه بيعمل حاجه صح. محدش فيهم كان يعرف انهم بيمولوا مشروع كفرهم بايديهم. وفي خيمه بعيده مقفوله باحكام السامري كان شغال، النار بتسيح الدهب وهو بيشكل الفكره. معظم الناس كانت فاكره انه عامل تمثال مصمت، مجرد شكل عجل دهب بيلمع، لكن الحقيقه والقران كان دقيق جدا فيها انه عمل عجل جسد. جسد هنا مرعبه، معناها انه ما كانش مجرد تمثال، كان هيكل مفرغ. فالسامري ما كانش بس نحات، لكنه كان كمان مهندس صوت عبقري. صمم العجل بفتحات دقيقه يدخل منها الهواء ويخرج منها الهواء، وحسب زوايا من الفتحات دي ببراعه، بحيث ان الريح لما تدخل فيها بسرعه معينه يحصل احتكاك وانضغاط الهواء جوه التجويف، والنتيجه صوت مش صفاره ولا صوت هواء، صوت عميق اجش ومخيف، صوت خوار. هو كان بيصنع آلة موسيقية شيطانية على شكل عجل، آلة بتشتغل بقوة الطبيعة عشان لما الناس تشوف الجماد بينطق عقولهم تقف ويسلموا فورا. التمثال خلص، الهيكل الهندسي جاهز، بس لسه ناقصه الروح، ناقصه اللمسة اللي تحوله من آلة ميكانيكية لفتنة ظل أمة كاملة. السامري طلع الصورة اللي شايلها بقاله أسابيع، فتحها، تراب، مجرد تراب، بس غريب جدا، في طاقة مش طبيعية، قبضة من أثر الرسول. السامري رمى التراب جوه الجسد الذهب وهو لسه طري وبتصب، فالمعدن الميت اختلط بالأثر الحي. يقال في بعض الروايات ان العجل ده كان لحم ودم اللحظات، ويقال ان اكتسب حياة ظاهرية، بقى في لمعة مش طبيعية كأنه بيتنفس. السامري بص لعمل ايده بانتصار وابتسم ابتسامة الشيطان لما يشوف خطته كملت. دلوقتي جه وقت العرض. السامري حط التمثال في مهب الريح، التيار الهوائي دخل من الفتحات، لف في التجويف وخرج. الناس اتسمرت مكانها. دهب وبينطق، جماد وبيطلع صوت. السامري استغل لحظة الذهول دي وصرخ فيهم بأعلى صوته زي ما القرآن الكريم قال: هذا إلهكم وإله موسى. قال لهم موسى تاه، طلع يدور على ربه فوق الجبل ومعرفش ان ربه بنفسه نزل لكم هنا اهو. هارون عليه السلام حاول يوقفهم وصرخ فيهم وقال لهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. بس الصوت كان أقوى من المنطق، الفتنة كانت مسموعة ومتشافة خلاص، العقل اتلغى وبدأت طقوس العبادة، السجود والاحتفال بالإله الجديد اللي بيكلمهم. بني إسرائيل سقطوا في الاختبار، والسامري وقف يتفرج عليهم وهو حاسس إنه انتصر على موسى وعلى هارون وعلى المنطق نفسه. لكن هو ما كانش يعرف إن في غضب نازل له من فوق الجبل، غضب هيكسر كل اللي حصل ده. موسى رجع، نزل من الجبل شايل الألواح، شايل كلام ربنا ووصاياه، لكن اللي شافه خلاه ينسى هو شايل ايه. شاف حفلة كفر، الناس اللي لسه ربنا منجيهم من الغرق بيرقصوا حوالين عجل معدن، فالصدمة كانت فوق طاقة البشر. اتقال في القرآن الكريم: وألقى الألواح، رمى كلام ربنا من ايده من شدة الغضب، هجم على أخوه هارون. المشهد كان مرعب، نبي بيمسك نبي من لحيته وراسه وبيجره. هارون كان موقفه ضعيف، كان خاف ان بني إسرائيل يقتلوا بعض، خاف ان الأمة تتشق نصين قبل موسى يرجع، زي ما اتقال في القرآن الكريم: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. موسى هدي شوية لما سمع عذر أخوه وعرف إن الراس الكبيرة لسه واقفة هناك بتتفرج عليهم. موسى ساب هارون ومشي ناحية السامري. الناس وسعت الطريق، محدش قادر يبص في عين سيدنا موسى إلا السامري. كانت مواجهة ما بين القوة الحقيقية والوهم المصنوع. موسى ما سألهوش ليه كفرت ولا ليه عملت كده، السؤال كان أعمق بكتير. قال: فما خطبك يا سامري؟ إيه حكايتك؟ إيه اللي في دماغك؟ السامري رد بثقة، ثقة المثقف اللي شاف نفسه فاهم اللي محدش فاهمه. قال: بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت اللي محدش فيهم شافه، شفت أثر الحياة، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. أنا خدت العلم ده واستخدمته، أنا مش دجال، أنا مكتشف. فالجملة اللي ختم بيها كلامه هي أخطر جملة في القصة: وكذلك سولت لي نفسي هي اللي زينت لي ده. هو ما اعترفش بالغلط، لا، هو اعترف باستحقاق، شاف انه من حقه يستخدم العلم ده عشان يسيطر، عشان يبقى القائد، عشان يصنع إله.
دي كانت لحظة تأليه لذاته. موسى قرر ان العقاب ما يكونش للسامري في الاول، العقاب لازم يكون للفكرة، لازم يكسر الوهم قدام عيون الناس اللي عبدوه. موسى مسك العجل الاله اللي بيخور ده وبدأ يكسره ويحطه في النار لحد ما ساحه، وبعدين مسك الرماد والبرادة ورماها في البحر. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الناس واقفة مذهولة، الاله اللي كان بيرعبهم بصوته دلوقتي بقى شوية تراب السمك بياكله. فالسامري شاف بعينيه هندسته وهي بتتحول لعدم. اكبر اهانة لاي مبدع مغرور انك تدمر فنه قدام عينه وتثبت له انه ولا حاجة. دلوقتي جه دور السامري. تفتكروا كان عقابه ايه؟ القتل؟ لا، القتل كان هيبقى رحمة لواحد زي ده. اتحكم عليه بحكم اغرب من الخيال، اتحكم عليه بالسجن الانفرادي الابدي وهو حر طليق. القرآن الكريم وصف عقابه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني ايه لا مساس؟ يعني مرض جلدي ولا لعنة اجتماعية؟ المفسرين بيقولوا انها كانت حالة رعب نفسي وجسدي الاتنين. السامري بقى يخاف يلمس اي بشر، ولو حد لمسه يحس بألم ونار بتحرقه، فعاش باقي حياته منبوس في الصحراء، كل ما يشوف خيال بني ادم يقرب منه يصرخ ويجري ويقول لا مساس لا مساس ابعد عني. تخيل العقاب. الراجل اللي كان عايز يبقى مركز الكون والناس كلها تلتف حواليه وتسمع كلامه بقى يتمنى ان محدش يقرب منه. الراجل اللي استخدم ايده عشان يسرق اثر الرسول ويصنع العجل اتحكم على ايده وجسمه انهم يتحبوا من اي لمسه بشريه لحد ما يموت. عاش وحيد ومات وحيد، معزول باللعنه اللي صنعها بنفسه. قصه السامري مش مجرد حدوته عن عجل ذهب، دي قصه عن الفتنه لما تلبس توب العلم، عن المثقف لما يقرر انه اذكى من الوحي، وعن الناس اللي دايما بتدور على صنم تعبده حتى لو كان الصنم ده مجرد صوت اجوف ملوش روح. السؤال اللي بنساله كل ليله: كم سمير عايش وسطنا النهارده؟ وكم عجل احنا بنصنعه بايدينا وبنديه من روحنا ووقتنا وهو في الاخر مجرد وهم؟ كان معاكم ادهم امين، ودي حدوته قبل النوم. تصبحوا على خير.